نأتي الآن على بعض خصائص ضرب الجذور. طبعا هذه الجذور ضربها مهم جدا، لازم نعرف انه شلون نضرب الجذور. اول شي اباوع هنا، هذا عندي قوس على اول وحدة، وعندي هذا الجذر خارج القوس، وعندي 2 تحت الجذر 5. هاي 2 مضروبة في تحت الجذر 5 تسمى معامل، هاي تسمى معامل جذر 5. وهنا المعامل مالته ايش قد؟ 1. ايضا هذا ايضا معامل و1 مكتوب يعني 1. والجذر معروف انه اذا ما حاط عليه اي شي فوق يعتبر جذر تربيعي. طبعا هاي الجذور هي اعداد نسبية ليس لها جذر. فاجي الثلاثة شلون تنحل؟ عندي المعامل ينضرب بيما بالمعامل، 1 في 2 فحيكون عندي 1 في 2. هذا اول شي. وعندي الجذور ايضا تضرب وتكون تحت الجذر 1، فحتكون عندي ايضا تحت الجذر هنا 3 في 5 الكل تحت الجذر. انا فصلتها هنا حتى مباشرة تعرف شلون جاي احل. راح اجي اقول يساوي 1 في 2 حيكون 2 تحت الجذر 3 في 5 15، وهنا ينتهي ضرب هذا الجذر. هنا مباشرة بدون ما افصله راح احل ايضا عملية ضرب. طبعا الضرب يجي باشكال، اما قوس بهالطريقة هاي، او يكون لك مثلا جذر اي مثلا في، شوف نقطة في جذر اي، او جذر اي في الستارت، او تجي مثل النجمة في جذر اي، او تجيك مثلا تحت الجذر اي في مثل الاكس تحت الجذر اي، او مثلا مرات يكتبوا لك اياها بس جذر اي جذر اي، فيعتبر ايضا شنو؟ عملية ضرب. فهاي كلها اشكال عمليات الضرب. هسه اجي هنا، هذا المعامل ينضرب بمن؟ ينضرب في المعامل 3. 2 في 3 حيكون عندي 6، وهنا حتى تحت جذر 3 في 2 حيكون عندي 6 ايضا، فراح يصير عندي الناتج 6 جذر 6. اجي هنا، هذا عندي قوس خارج وعندي جذر 5 خارج، هذا شنو؟ معاملة 1، وعندي معامل هنا فقط 1 في 3 حيكون عندي 3، وانزل جذر 5 اللي ما له شي بعد، جذر 5 ينزل 1. هسه هذا راح اخليه واجب عليك حتى تفهم شلون جاي تصير الامور.